مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ هشارك معاكم دلوقتي 5 نصايح بجد هيسهلوا عليكم وقفة المطبخ قوي، مش هيخليكم تملوا من طول الوقت اللي احنا بنقف فيه في المطبخ. فخلينا نبتدي كده على طول بأول نصيحة، وهي انه من اهم بجد الحاجات اللي لازم تكون في دماغكم، وهي ان انتوا تحطوا طقم التوزيع قريب من البوتاجاز، بحيث ان انتوا دايما هتكونوا بتستخدموه. نختار طقم توزيع يكون مريحنا، بلاش نختار طقم توزيع اللي هو السيليكون بتاعه بيسيح او السيليكون بتاعه بيدي لون بيطبع الحاجات دي كلها، وبلاش تحطيه بعيد عن البوتاجاز عشان ما تفضليش رايحه جايه رايحه جايه. حاجه كمان ان انت تحطي طبق كده صغير على البوتاجاز، بحيث ان انت لما تخلصي بالمعالق تحطيها جنبك على طول، منها ان انت ما تبوظيش البوتاجاز حواليكي فتضطري بقى ان انت كل شويه تمسحيه ويبهدلك الدنيا، وبرده منها ان انت ما تحطيش المعلقه بعيد عنك وتفضلي رايحه جايه عليها. تاني حاجه وهي ان احنا نختار طقم توابل يكون مريح، يكون عدد كويس بحيث نحط فيه كل التوابل اللي احنا محتاجينها. لازم يكون واضح كل نوع من التوابل مكتوب عليه هو ايه بالظبط، علشان وقت الاكل ما تفضليش تدوري هو ده ايه وده ايه، ده بياخد وقت وبياخد مجهود برضو، وفي نفس الوقت ما يبقوش في درج، بحيث ان انت هتلاقي بجد الموضوع اسهل طول ما هم قدامك على الرخامه من بره. الطقم بتاع ايكيا ده حلو قوي. الطقم اللي ورا 12 قطعه زي ما كنت قلت لكم قبل كده، لو هتعرفوا تجيبوا ال 24 بيكون احسن، بيلم كل التوابل والبهارات بتاعتنا وبيكون سهل برضو. لو تعرفوا تحطوه قريب من البوتاجاز بحيث يكون قريب معاكم من الاكل هيكون كويس قوي. بعد كده بجد دي نصيحة بجد، لو لقيتوا الفرش دي لازم تجيبوها. هو في نوعين فرش كده بتكون ناعمة شوية زي اللي انا ماسكاها دي، والفرشة التانية بتكون السنون بتاعتها سلك، بتكون جامدة لدرجة انتي لو مسكتيها جامد شوية هتعور. دول من اهم الحاجات بجد اللي بينضفوا كويس قوي الحاجات انتي مش بتعرفي توصلي لها بالسلك او بايدك. بعد كده حاولوا تجيبوا راديو صغير، بجد بيسلي وقتكم قوي، وكمان غير ان هو بيسلي وقتكم بتلاقي نفسكم عرفتوا حاجات في دينكم انتوا ما كنتوش متخيلين اصلا ان هي موجوده او ان هي صح، فهاتوه شغلوه كده جنبكم هيسليكوا. واخر نصيحه بقى، وهي وانتوا واقفين في المطبخ دايما مستنيين الاكل يتعمل، حاولوا كده ان انتوا تمشوا على المطبخ بحيث ان انتوا تمسحوه ما يكونش بعد كده دي مهمه صعبه معاكم. نمشي على التلاجة، الحاجات دي كلها تتمسح هتلاقيها دايما متلمعه معاكي ومدياكي شكل نظيف. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، استنوني في الفيديو الجاي.